السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الأشغال اليدوية. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله نجدد فيه جراب التليفون ده، الجراب اللي بيكون شفاف اللي هو بصفر كده وبيكون شكله وحش. عايزة أقول لكم إن هو مش ليه أي طريقة للتنظيف، عشان مش هتحاولوا إن انتوا تنضفوه بأي طريقة من الطرق اللي بتيجي على اليوتيوب، والله ما ليه حل خالص. فأنا قلت أنا هستغله وهجدده معاكم، وان شاء الله الطريقه هتعجبكم. انا عندي هنا الجراب الشفاف زي ما قلت لكم. انا هعمل فيه الاول خرمين كده، اسخن دبوس على النار عشان عايزه احط فيه الميداليه. بالمناسبه الميداليه دي انا اللي عاملاها، بس مش موضوعنا، احنا موضوعنا الجراب نفسه. بعد ما عملت فيه خرمين للميداليه، انا هلونه بقى. انا حاولت ان انا اعمله بسبراي، بس للاسف لقيت السبراي خلصان. هو الاحسن طبعا، والفكره كانت هتكون احسن لو كان عمل بالسبراي اللي هو الرش ده. ماشي، فانا قلت برضو هستغل اي حاجه موجوده عندي، انا مش هكلف نفسي. فجبت كده مونيكير عندي، قلت قبل ما ينشف، لان ما بستخدموش اصلا غير كل فين وفين، فقلت قبل ما ينشف استخدمه. طبعا انا مش بحكمك واقول لك انت اشتري، لا، انا بقول لك استغلي اي حاجه موجوده عندك. لو عندك سبراي، عندك اي الوان سواء مونيكير او بويا او اي حاجه ممكن انت تستخدميها. انا عملت كده عليه مونيكير، وبعد كده رشيت عليه جليتر كده الوان. الجليتر ده انا بستخدمه في شغل عندي. هي الواحده الانبوبه من دي بجنيه، مش غالي يعني، الانبوبه اللون الواحد بجنيه. رشيته كده قبل ما المنوكير ينشف. وطبعا مش هنسى ان انا اعمل الجوانب بتاعته. لما بينشف بنزل من عليه اي زياده بعد كده. وبتبدأ برضو ان انت حابه ان انت تضيفي اي لون تاني او تكتفي براحتك. انا هنا عندي هنا برضو مونيكير جليتر فضي، فانا حبيت ادخله كده مع الاحمر، هيدي كده ماكس، هيكون جميل قوي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده حاجه على حسب ذوقك وعلى حسب اختيارك وعلى حسب امكانياتك الموجوده عندك. الخامات اللي موجوده عندك، ما تكلفيش نفسك. مش عشان نعمل جراب مرمى عندنا واحنا مستخسرين ان احنا نرميه، ان احنا نكلف نفسنا ونروح نشتري حاجات كتيره تكلفنا اكتر من ثمن الجراب. لا، انا بقول لك تستغلي اي حاجه موجوده عندك واعمليها. انا بديك الفكره وانت تقدري تنفذيها من عندك. هنا عشان الجليتر ما بيكونش ثابت، فانا بثبته باللون برضو عندي انا شفاف، اللي هو مقوي الاظافر الشفاف ده، علشان يثبت الجليتر. كمان عندي الترتر ده اشكال كده جميله، كانت جايه في علبه هدايا، مش شارياها والله ولا حاجه خالص. كانت جايه في علبه هدايا كده، قلت استغلها ان انا لزقها عليه. وعندي كمان توكه مكسوره قديمه، هثبت الحاجات دي كلها بامير كده. الشمع هنا مش ينفع، الشمع مش هيثبته، وكمان هيديله بروز. انا حابه ان هو يكون متساوي كده على سطح الجراب، مش يديني بروز. يعني انا فضلت ان انا استخدم الامير، هيكون ثابت وهيكون شكله احسن. يا ريت بقى لو الفكره عجبتك ووصلت في الفيديو لحد هنا تدعميني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. استغلي اي حاجه عندك، ممكن تحطي تكتبي كلام كده انت حباه، ممكن تحطي صوره ليكي ولا صاحبتك مثلا. الافكار كتيره قوي، ممكن انت تستغلي اي حاجه موجوده عندك. المهم ان هو هيطلع معانا في الاخر بالشكل الجميل ده، ومش هنرميه. وزي ما قلت لك هو مش بينفع فيه اي طريقه للغسل، لان الشفاف ده بيتفاعل بيتاكسد او حاجه زي كده، فمش بينضف خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان اوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.